أنا عندي سؤالي هو بمعنى إيه؟ أوقات كتيرة فعلا المسلسلات بتبقى معادة، أو هي فكرة واحدة، فكرة اتنين بيحبوا بعض، واحدة خانت واحد، فكرة واحد بيدور على الفلوس والكنز، الخير والشر اللي احنا أصلا عايشين في الدنيا دي كلها على بعضها. بس احنا دلوقتي كلنا بقينا خايفين من بعضينا، فبقينا بنعمل حساب للناس. أنا ما بقولكوش ما تعملوش حساب للناس، بس ما تعملهوش بزيادة قوي. يعني بنبقى محترمين لنفسينا مش للناس، بنلبس لينا مش للناس. انا مالي انت لبسي عجبك او ما عجبكش، المهم مريحنا. انا بفاجئ ان في ناس كتيرة قوي بتبقى لبس مش طايقة اللبس اللي هي لابساه. لا اصلا انا عشان خاطر انا خارجة مع الفلاني الفلاني، فالفلاني الفلاني بيحب ده، ما يولع فلاني الفلاني. انا مالي فلاني الفلاني، انا ما يخصنيش. يعني كان زمان في ناس كتيرة كانت بتعمل ميزانيات وينزلوا يجيبوا فساتين ومش عارفة ايه والكلام ده كله، وفي قريبتهم لبست لبس عادي جدا، فبقى عادي جدا ان انا البس لبس عادي في الفرح. هو ليه بقت الدنيا كلها كده اللي انا بقيت بخاف من فلان؟ في فرق ان انا احترم نفسي انا قبل اي حد، فرق ان انا باجي اتكلم واحد اتنين تلاتة. لو انا ما احترمتش نفسي انت نفسك مش هتحترمني. فانا مالي البس لك ولا نيل لك ولا اعمل لك، ما تولع انت طالما انا محترمه نفسي. ليه اعمل كل دوت والمهرجان والقصه دي كلها؟ انا ده رايي. لو عندكم اجابه تانية غير ده قولولي، هستناكم.